بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، سيكون حديثي في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن بعض الأسر العمرية المهاجرة مبكرا إلى الكثير من مدن المملكة في بداية الستينات الهجرية أو قبلها بقليل، سواء إلى مكة المكرمة أو الرياض أو الخرج والدمام والطائف أو جدة بالذات، لأنه سوف يكون محور حديثي عن أسرة الدراويش العمرية العريقة، وهي من فخذ الزرع، وجدهم الأكبر عبد الله بن سوقان من أعيان قبائل بني عمر كافة، من آل طلحة من قبيلة العلي بمحافظة المخوة، وهي من أقدم الأسر هجرة. وكذلك بعض الأسر العمرية التي استقرت بجدة. وطالما الحديث عن أسر عمرية وهم كثير، وقد قدم القليل منهم إلى مدينة جدة، وهي ما زالت في تلك الفترة مدينة صغيرة من حيث المساحة الجغرافية والكثافة السكانية. ثم لحق بهم الكثير من الأسر على فترات متتابعة، ولا شك أن للهجرة أسباب ودوافع نقف عليها إن شاء الله من خلال حديثي هذا، وعن طرق ووسائل الهجرة من حيث المواصلات القديمة إلى آخره من معلومات. من أمام بيت نصيف التاريخي والأثري المشهور الذي شرفه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بالنزول به عندما ضم الحجاز. والحقيقة إن جدة التاريخية مليئة بالأماكن الأثرية والتاريخية بالبلد، المنطقة المركزية والتجارية في منتصف حي البلد، وسوف نقف ميدانيا على بعضها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، مثل قلعة الشونة المكتشفة حديثا بعد إزالة عدة مباني كانت قابعة فوق هذه الآثار، وكذلك بئر فرج ومسجد الشافعي ومسجد المعمار ومسجد عكاش ومسجد الباشا، وبيوت أثرية لعوائل سكنت جدة قديما يعيد ترميم الكثير منها، والبعض ما زال قائمة متماسكة لأنها بنيت على مخططات هندسية، وهي محكمة البناء من الحجر المنقبي البحري، وأصبحت معالم أثرية وتاريخية هامة، وهناك اهتمام كبير لها من قبل وزارة السياحة. وطالما الحديث عن الأسر العمرية التي نزل بعضها بجدة وهي ما زالت محاطة بسور وبعض آثارها موجودة كانت قائمة، فهذه قلعة أخرى وهي على امتداد شارع الذهب. والغريب في ذلك أن هناك مسجدين متقاربين، واحد حديث والآخر قديم، ولا يفصل بينهما 50 متر تقريبا، لكن يبدو أنها كانت حارتين ففصلت عن بعض، كان بينهما جدار أو أمر آخر، يعني المسجدين متقاربين لدرجة كبيرة للكثافة السكانية في تلك الفترة، أو ربما لصغر أحد المسجدين ثم عيد بناء الآخر، والله أعلم. وهذه هي قلعة الشونة، ومن المناطق الأثرية في وسط جدة، تحديدا شارع الذهب قديما بالقرب من مسجد المعمار وشارع قابل. هذه القلعة الأثرية والتي الآن تحظى بالترميم، هي بالقرب جدا من شارع قابل الشهير المعروف المؤدي إلى سوق العلوي قديما. من الأماكن الأثرية في وسط جدة فرن الشيخ، والذي أسس عام 1340 تقريبا للهجرة، وهو بالقرب من أوقاف عمار الباشا. أقف حاليا بجوار مسجد الشافعي التاريخي والأثري
بمدينة جدة التاريخية، تحديدا حي المظلوم. قيل إن هذا المسجد بني في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن عمر المأذنة هذه تتجاوز 700 عام، والله أعلم. عسى الله يسقي أيام البساطة، زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار ربما أدخل عليها بعض الترميم، والله أعلم. ومن وسط شارع قابل بجدة الأثرية التاريخية، أصغر دكان تقريبا فتحته متر، وتقريبا آخره أقل من نصف متر، في وسط شارع قابل. نعود بكم إلى محور حديثي في هذه الحلقة، لنفصل قليلا عن أسرة الدراويش العمرية، والتي ما زالت تسكن جدة منذ القدم حتى يومنا هذا. يطيب لي أن أفصل لكم بعض الشيء عن هذه الأسرة الطيبة والمباركة. وبداية أتحدث عن شقيقهم الأكبر الشيخ سعيد بن محمد بن درويش، وهو من أواخر المواليد في قرية صعبة أو دينار بالمخواة القديمة، وكان رجلا شجاعا وعظيم الجسم طويل القامة، وكان من نجاب القبيلة، والنجاب رجل مميز في القبيلة، وكما قيل: وإذا كنت في حاجة مرسل فارسل حكيم ولا توصه. والنجاب يمتلك صفات مميزة عن غيره، وغالبا ما يكون مندوب من الشيخ أو من الأعيان للقبيلة لإرساله إلى منطقة معينة قد تحتاج إلى سفر طويل لمدة أيام، أو قصير يعود في نفس اليوم حسب المسافة، لأمور هامة، إما لإيصال خبر والعودة بالرد، أو مواضيع اجتماعية أخرى تهم القبيلة أو أشخاص. وله قصائد جميلة جدا جادت بها قريحته، ولقد عاش طوال حياته في ديرته بالمخواة، يكاد هو الوحيد من أسرته الذي لم يهاجر، إلا إنه توفي في جدة عن عمر ناهز 100 عام. وله من الأبناء حسين وعمر رحمهم الله جميعا. وأول من قدم جدة هو الشيخ صالح بن محمد بن درويش، ويعتبر من أوائل المهاجرين القدماء الذين قدموا على جدة للعمل بها، وهي ما زالت محاطة بسورها القديم، وعمل بالميناء وغيرها من الأعمال الحرة، وكان رجل ميسور الحال ومضياف في منزله بحي الهنداوية، يستقبل الكثير من الجماعة الذين يأتون إلى جدة لأغراض متعددة، مثل البحث عن عمل أو العلاج أو خلاف ذلك. ولقد حدثني أنا شخصيا أحد كبار السن إنه كان يبحث ويسأل عن القادمين من ديرته لإكرامهم، كونهم غير مستقرين بها، والكثير يعرف ذلك. وفي جميع بيوت الجماعة الخير والبركة، فهم أهل كرم في بيوتهم وخارجها. وله الكثير من الأبناء، منهم سعيد قد عمل في أرامكو ولديه رخصة طيران، ومحمد وإبراهيم وعبد الله وعبد العزيز وسمير وهاني، وقد عملوا في أعمال قطاعات شتى. ومنهم الشيخ درويش ابن أحمد عبد الهادي بن درويش، وكانت هجرته قديمة، وهو رجل دين ويمتاز بصفات حميدة وصاحب ابتسامة لا تفارق محياه. وهو والد الأستاذ والمربي الفاضل أحمد درويش، والذي ينطبق بحقه المقولة: إن الشهادات هي التي تتشرف به، وليس هو ممن يتشرف ويفتخر بها. والعقليات لا تقاس بالشهادات، علما إنه حاصل على شهادة الماجستير، وفي نظري لو حصل على شهادة الدكتوراه أو أعلى من ذلك لن تضفي له شيئا، لأنه فوق مستوى الشهادات. وكان مشرفا للإدارة المدرسية بالتعليم جدة،
وهو على درجة عالية من الثقافة والفكر والأدب. والأستاذ عبد الله درويش السفير المفوض بالمرتبة 14 دبلوماسية، وكان الرجل الثاني لدى سفارة المملكة في إسلام أباد، وكان آخر منصب له القائم بأعمال السفارة في دولة النيجر. الشيخ الدكتور محمد درويش المستشار الأسري وإمام وخطيب مسجد الأمير منصور بجدة، ومديرا لإدارة القضايا المدرسية بتعليم جدة سابقا، وله مشاركات إعلامية عديدة توعوية تثقيفية في برامج إذاعة القرآن الكريم، وكان لديه اهتمام رياضي قديم، ومثل ناشئي الاتحاد ثم ابتعد عن الرياضة مبكرا لكثرة الإصابات. الشيخ بركات رحمه الله تعالى كان يقوم بأعمال القضاء في محافظة المخوة، وهو رجل دين ومعرفة وحكمة، ومزكى من أهل العلم بالمملكة العربية السعودية، أمثال الشيخ ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية آنذاك، وكذلك مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم. وكان يقيم دروس علمية لتعليم الناس أمور دينهم في زمن الجهل لوعظهم وإرشادهم، ولقد نفع الله به خلق كثير في المنطقة أو حتى خارجها. وممن استفاد من علمه أهالي جبل شدة، وكان محل احترام وتقدير الجميع، وحسب ما ذكر إنه لوجاهته في المنطقة كان ممن طالب بفتح عقبة لجبل شدة الأسفل تكون مرصوفة ومبنية بالحجارة حتى تسهل عليهم في الطلوع إلى جبلهم أو النزول لمحافظة المخواه، وتكون آمنة وسهلة حتى للدواب، وخاصة عندما تكون محملة بما يحتاجونه لحياتهم اليومية. فاستجيب لهم من قبل الدولة قبل أكثر من 55 عام في عهد الملك فيصل رحمه الله تعالى، وتم اعتمادها. وللشيخ بركات من الأبناء عبد العزيز ومحمد. الشيخ يحيى ابن أحمد وهو من أبناء عمومتهم الأقربين، كان له هجرة قديمة في بداية السبعينات الهجرية، وقد عمل بالدفاع المدني، ثم عاد إلى المخواه وعمل إماما لمسجد بها وفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان رجل دين وله سعة اطلاع، حتى إنه لقب بيحيى المطوع. ومن أبنائه الأستاذ والمربي الفاضل محمد يحيى، وكان مدير عام لمدارس الدفاع الجوي بجدة، والأساتذة الفضلاء حسين وأحمد وعون وسعيد وعبد الخالق، والعم حسين بن سعيد، والذي كان يعمل في شركة أرامكو بجدة في وقت مبكر جدا. ومن أبنائه سعيد وعبد الله وعوض ومعتوق الذي كان لاعب في نادي الأهلي لرمي الرمح، وكذلك كان عبد الله بن حسين بن سعيد لاعب في نادي الاتحاد كرة القدم في الناشئين. كانت تلك نبذة مختصرة عن أسرة عريقة ووجيهة لها مكانتها الاجتماعية، وفي الجزء الثاني بإذن الله تعالى نفصل عن كثير من الأسر العمرية التي هاجرت مبكرا، وعن كيفية هجرتها إلى أن وصلت هذه المدن. ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.